بسم الله الرحمن الرحيم. محبينا متابعينا في كل مكان، محب الإثارة وعشاق الفن والمهارة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل خير من ملعب المنيا. أحييكم درب من نار يحمل شعار الحسم أو البقاء. الحسم بالنسبة للمنيوية والصعود لدورة الترقي وشوط الفكر والمدربين. نتمنى أن يكون ممتع حافل بالندية والإثارة. بلوي عاشور يلعبها تصويبة جميلة، ولكن على طول يمسكها مصطفى زكي. طبعا أحد أبناء نادي المنيا، نجم كبير أيمن حسنين وخبرة ولاعب طبعا يقدر يظبط لك الأمور في منطقة وسط الملعب. يأتي الإجابة من الحكم ويطلق صافرة نهاية الشوط الأول بكرة القدم في كل مكان مرة تانية. وعودة إلى استاد المنيا وأحداث الشوط الثاني من لقاء الدرب في الجولة 20 ما بين نادي المنيا وما بين ناصر الفكرية. وضربة حرة لنادي المنيا. مصطفى شعبان يلعب عرضية والهدف، عرضية والهدف والهدف والهدف. الله يا إسلام حسن يولع الملعب ويولع المباراة برأسية جميلة، عرضية متقنة مفيش أحلى. العرضية مش معدية، مقطوعة على طول منيوية، تنزل لإسلام حسن يسلمها لمحمود شعبان في سكة بلوي عاشور اللي عايز ينطلق. وزار من حكم اللقاء والكارت الأحمر لحكم اللقاء أحمد الجليل. صافرة النهاية معلنة فوز المنيا. موسم شق جدا، والحمد لله ان احنا وصلنا لنقطه 42، لان احنا اللعيبه خدت المباراه بطابع استهتار، ما خدوش بطابع الجد. وانا قلت لهم المباراه مهمه جدا، لان احنا مش هنطلب من حد كره القدم فير بلاي. شعار كره القدم اللعب النظيف. لا هطلب من حد يسيب لي ولا هسيب لحد. لو ابو راس كانت بتهبط مش هسيب لها. الشكر كل الشكر. مبروك يا كابتن، مبروك يا حبيبي، مبروك بالتوفيق. كابتن جمال سالم اعتقد يمكن كمان المشرف على الكوره، وانت وكابتن شديد ايد واحده اكيد، وانتوا الاثنين من نجوم نادي المنيا، واحنا عايزين دايما الاخاء ده يكون بينكم. الكابتن شديد طول عمره ابن المنيا، وكابتن شديد افضل مدرب في الصعيد، وكابتن شديد خيره كتير على نادي المنيا، خيره كتير. وبعدين الكابتن شديد عطاه دايما، عطاه دايما، وده ابن النادي. وانا وبينه انا كل اللي بينه وبين الكابتن شديد احنا كنا بننام في اوضه واحده، بننام في اوضه واحده، لعبنا كتير. وكابتن شديد الكابتن بتاعي وخيره على نادي المنيا، خيره على نادي الوقت اللي جاي محتاج فعلا تكاتف من كابتن شديد وكابتن جمال، وزي ما انت كنت بتقول يا كابتن شديد لازم الكل يتكاتف عشان نادي المنيا. ده اللي انا قلته، احنا لينا واجبات وعلينا حقوق، المجلس عليه حقوق، المكافآت والمرتبات عليهم هم بالسعي، وانا عليا بالتعب مع الفريق لحد ما نصعد، لان احنا لو صعدنا دي 50%، احنا بدنا خطوه ثانيه ل 50% الثانيه اللي هي الدوري الممتاز. ان شاء الله يا كابتن شديد، ان شاء الله كل المكافآت ان شاء الله في حاجات هتتصرف يوم الاثنين الجاي، يعتبر بكره هنبدا نسعى فيها، وانا هسعى بكل جهدي ان مفيش لعيب يبقى ليه مليم واحد على نادي المنيا. وكابتن شديد كتر خيره، صبر كتير، ما قبضش لغايه دلوقتي مرتبات من نادي المنيا، كتر خيره، ودي فلوس حق ليه على نادي المنيا، وفي حقوق كتير للكابتن شديد على نادي المنيا. نادي المنيا ومجلس اداره نادي المنيا تحت امر اي واحد خدم نادي المنيا، وكابتن شديد ده علم من اعلام نادي المنيا، مش جمال سالم اللي هيتكلم اصلا على كابتن شديد. واحنا فعلا هو ده الروح اللي محتاجينها، ومن خلال اللحظه دي يبدا صفحه جديده ونبعد بقى عن المشاكل، لان انا تعبت في مشاكل السنه اللي فاتت مع الكابتن جمال ومعايا بقت مشاكل. ده احنا النهارده بنقطع بحلاوه النص، هنقطع كل الشك واليقين، واحنا بنلزمكم من خلال شاشه مودرن في اوضه واحده، وكنت كابتنه في وهو راجل لعيب محترم وسافر ورجع وشيء وجه عضو مجلس اداره، لابد ان يفعل شيء لنادي المنيا الرياضي. فعشان كده انا بقول له انا حطيت ايدي في ايدك قدامك، وهي جت الصدفه، انا ما اعرفش ان جمال جاي، فهي دي الصدفه، ونلم الناس كلها، لان الناس احنا ايد واحده. لو انا اتغلبت هيجرى لي ايه؟ انا مش هدرب بكره وهدرب سوهاج، هدرب اسوان، انما انا بدرب نادي المنيا، انا بستمتع بتدريبه عشان الناس الصغيره دي اللي ما شافتنيش. واحنا قبل ما نسيبكم هنشوف قبلات بين كابتن شديد وكابتن جمال سالم، ودي الصوره اللي دايما عايزينها من ابناء نادي المنيا. هو ما فيش اي حاجه بينهم، هو ما فيش اي حاجه، بس هي الناس هي اللي يعني عندها كده نوع من الافتراءات عليهم هم الاثنين، انما ما فيش اي حاجه بينهم هم الاثنين، بالعكس الكابتن جمال بيدعمه، الكابتن شديد نفس القصه، واحد في المنظومه، فالاثنين النجاح بيبقى ليهم في الاخر يعني. كابتن احمد يعني ده اقل حاجه نقدمها للجماهير دي، اقل حاجه نقدمها للناس اللي بتيجي دي تتفرج، عايزه من جواها عايزين نصعد، من جواها عايزين نرجع نادي المنيا تاني اللي كان في الممتاز وكان الاكسبريس الصعيد. ان شاء الله نرجع باذن الله ونسعد الناس دي كلها ان شاء الله. بشكرك. احنا بنشكر قناه مودرن طبعا، ونتمنى المنيا تصعد ان شاء الله. احنا النهارده بقينا الاول بالفوز الصعب على باص، وان شاء الله فاضل لنا ماتش منفلوط يوم السبت والبترول بعد كده، ويا مسهل يا رب. الف مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك يا كابتن.